مطرب المهرجانات كزبرة عامل دوشة في الوسط الفني خلال شهر رمضان. كزبرة لفت نظر الجميع في مسلسل كوبرا، وكزبرة ختمها بكليب من أبطال المسلسل عمل دوشة أكتر وحقق أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب. واحتلت أغنية الفان للمطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة مؤشرات بحث جوجل، وتربعت على عرش ترند اليوتيوب خلال الساعات اللي فاتت. لكن اللي لفت النظر هي كلمات الأغنية اللي جواها حاجات مستخبية، اللي بتمجد في محمد إمام وباقي أبطال مسلسل كوبرا، وبتقلل من باقي الفنانين وباقي الأعمال الرمضانية اللي داخلة المنافسة الرمضانية السنة دي، والناس طفحانة فيها الكوتة. بعض الفنانين قالوا إن المفروض محمد إمام ما كانش يقع في الفخ ده، هو كده بيعمل زي بتوع المهرجانات اللي بيتحدوا بعض بأغاني المهرجانات. كمان رقصت الفنانة منة فضالي على أنغام وكلمات الأغنية، ضايقت ناس كتير من الوسط الفني وبيقولوا هي إزاي توافق على كلمات زي دي وكمان ترقص عليها. ومن كلمات الأغنية اللي لفتت نظر الفنانين وزعلتهم قوي من كزبرة: كل دول على قد إيديا، كل دول أبطال وهمية، الصحة فل و100%، ما فيكمش حد أنا يملى عينيا. وبيكمل الأستاذ كزبرة وبيقول الفن فن ومش فنكوش، مفيش علم أنا ما عرفتوش، وكل دول جوه الكرتونة ما فيهمش صودا، عيال سناكولا في الهوا طاروا زي البالونة. وكمان بيكمل كزبرة وبيقول لو جعت باجي أنا باكل الجو، حلو طبيعي من غير محلو، في الطالع أنا ما بنزلش لتحت، اتضايقتوا مني فلحت، آسف لو نجاح أنا ضايق حد، بس انتوا فشلة تحبوا الكح. وبيشاور كده على محمد إمام وكأنه بيتكلم على لسانه في الأغنية وبيقول مهما قالوا عني أنا ما توصفش، لو عوزت أقول حاجة أقول ما اتكسفش، أنا طبعي إني أقفش بس ما تقفش، في أي حتة أخش أخد الوش. إحنا الفن، والفن جنن أي بنات، الفن مش فاضي المقابلات، مشهور قوي ليا كتير فانزات، نجم السيما نجم الشباك والفن. ودي كانت بعض الكلمات الطفيفة اللي ضايقت بعض الفنانين. لكن على الجانب الآخر في ناس ردت وقالت إن الكلمات مش مقصود بيها الفنانين الممثلين، لكن الأغنية بتعبر عن كزبرة وبيقصد بيها مطربين المهرجانات اللي زيه. وقالوا إن هي دي عادات مطربين المهرجانات في أغانيهم، بيحبوا ينكشوا بعض بالأغاني ويردوا على بعض في مهرجانات جديدة وهي ماشية معاهم وخلاص زي الحلاوة. وما تزعلوش بقى يا فنانين، عدوها المرة دي، أصل كزبرة طول المسلسل عالدغري كان تعبان. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.